مهما أعمل من وصفات للكيكة هتفضل الكيكة دي المفضلة والمحببة لقلبي، لأنها بتلبي كده كل الأذواق، اللي عايز فانيليا يلاقي واللي عايز شوكولاتة كمان يلاقي. الكيكة العجيبة بالنسبة لي مكون سحري فيها هيخليها شاهقة الارتفاع وهشة وطرية فوق ما تتخيلي. هنعملها مع بعض في الخلاط بدون أدوات ولا حتى تعقيد، وهقولك المقاسات المظبوطة للصينية، وكمان ازاي تظبطي التسوية لو الكيكة بيطلع قلبها عجينة منك. هقولك النهاردة التسوية المظبوطة اللي تطلع معاكي صينية كيك زي الكتاب ما بيقول. حطي لايك للفيديو واشتراك ومتابعة لو أول مرة بتشوفيني، وفعلي الجرس على الكل علشان يوصلك كل جديد. أول حاجة في الخلاط معاكي 3 حبات من البيض. البيض لازم يكون بدرجة حرارة المطبخ علشان الكيكة ما تتفرولش وتتقطع منك كده وتبقى مشققة. ضفت معاهم معلقة صغيرة من الفانيليا السائلة أو 3 أكياس أو كيسين من الفانيليا اللي بالسكر، وعليهم كمان كوباية ونص من السكر. السكر اللي عندي سكر حبيبات عادي. الكوباية اللي أنا استخدمتها الكوباية المعيارية 250 ملي. استخدمي أي مج أو أي كوباية متوفرة عندك، بس وحديها في كل المكونات الجاية. حطيت كوباية ونص من السكر وضربتها مع البيض والفانيليا. الخليط بقى هايش وفاتح وأبيض زي ما انت شايفة. جبت معايا هنا نص كوباية من الزيت. الزيت يكون جودته كويسة علشان ما يغيرش طعم وريحة الكيكة معاكي، وهضيفها معايا في الخلاط بالشكل ده. وعليهم معلقتين كبار مليانين من السمنة أو من الزبدة. يبقى كده المقدار بتاع الدهون اللي أنا استخدمتها في الكيكة حوالي كوباية إلا ربع. عملتهم ميكس كده بين نص كوباية زيت وحوالي ربع كوباية من السمنة أو الزبدة، وضفتهم في الخلاط. ومعايا كمان كوباية كاملة من الحليب. الحليب هنا بدرجة حرارة المطبخ ما يبقاش طالع من التلاجة. هبدأ إن أنا أضيفه معاهم في الخلاط وأضرب الكلام ده كله مع بعض كويس جدا لغاية ما الخليط يبقى هايش وناعم ولونه فاتح كده. هو ده اللي احنا محتاجينه علشان تاخدي كيكة كده مظبوطة، وتقدري ان انت تستبدلي معاكي كوباية الحليب بكوباية من عصير البرتقال، يعني المتوفر واللي موجود عندك. كده تمام. خطوة الخلاط خليها على جنب. معايا هنا 3 كوبايات من الدقيق بنفس مقدار الكوباية اللي أنا مستخدماها في كل المكونات. هبدأ إن أنا أحط عليها كيس من البيكنج باودر، حوالي 10 جرام من البيكنج باودر أو معلقة كبيرة مليانة من البيكنج باودر. المكون السحري معانا هنا وهو النشا. كل كوباية من الدقيق عليها معلقة كبيرة من النشا، يعني معايا 3 معالق كبار من النشا. هيخلي الكيكة بتاعتك خفيفة وهشة ومرتفعة كده وحلوة جدا. هقلب المكونات الجافة مع بعض، وهحضر دلوقتي القالب بتاعي قبل ما اضيف المكونات اللي في الخلاط على الدقيق علشان الخليط ما يهبطش كده معايا. لا، مجرد ما اضيفهم احطهم على طول في الصينية واخبز الكيكة على طول. علشان بقى نتكلم دلوقتي عن المقاسات، المقادير اللي احنا عاملينها تكفي معاكي في صينية مقاس 20 أو 22، الجوانب بتاعتها عالية ومرتفعة زي صينية السبونج كيك كده. معايا الصينية دي المفتوحة من النص مقاس 24. استخدمي صينية مقاس 24 حجمها عادي أو شكلها عادي مش مفتوحة ولا حاجة، أو صينية مقاس 26 28 أو حتى 30، بس طبعا الكيكة مش هتكون مرتفعة معاكي قوي. بدأت إن أنا دهنتها بالفرشة كويس بالسمنة، وكمان حطيت عليها شوية من الدقيق وعفرتها كويس جدا. حتى كمان الجزء اللي طالع في النص ده برضو بغلفه معايا علشان الكيكة تنزل بكل سهولة وما تكونش لازقة معايا خالص. تعالوا بقى دلوقتي ندخل معانا 3 كوبايات الدقيق مع 3 معالق النشا ورشة الملح وكمان الكيس بتاع البيكنج باودر، ندخلهم مع بعض كويس قوي علشان ندخل كده هوا للخليط بتاعنا والكيكة تكون هشة ومرتفعة معاكي. هندخلهم كويس قوي. ودلوقتي هبدأ أجيب المواد السائلة اللي أنا حضرتها معايا في الخلاط وانزلها معايا على الدقيق. وفي المرحلة دي هقلب بقى بخفة كده. الفيديو يبان قدامكم ان انا بقلب سريع، بس هو بخفة علشان ما نفقدش الهواء اللي دخلناه في ضرب المكونات وكمان في نخل الدقيق. بخفة كده انخليهم لغاية ما تتأكدي ان ما عادش فيه اي تكتلات من الدقيق اطلاقا، لا في الطبق معاكي من تحت ولا في الجوانب ولا في اي حتة. ويكون قوام الكيكة كده قوام شريطي ناعم. انا جبت الاسباتيولا كده عشان اخدها دايرة ونص دايرة ونص واقطع، يعني الف دايرة واقطع الف دايرة واقطع واشوف القوام بتاعي. هتلاقوه ناعم، متأكدة ان مفيش اي تكتلات من الدقيق من تحت. هو ده اللي احنا عايزينه. كده خليط الكيك جاهز معاكي. لو حابة تعملي الكيكة كلها سادة أو لونها أبيض أو بالفانيليا،
خلاص اخبزي بقى الكيكة بالخطوات اللي جاية اللي احنا هنقولها. طب لو حابة تعملي نص أبيض أو نص بالكاكاو كده زي ما هنعمل أو ماربل كيك كده، شوفي معايا الخطوة دي. أنا هنزل معايا في الصينية تقريبا المقدار كله إلا ربع، يعني هنزل كل مقدار الكيك بالنظر كده واسيب حوالي ربع المقدار عندي في الطبق، واحط على ربع المقدار ده معلقتين كبار مليانين من الكاكاو الخام، الكاكاو الخام المر بتاع الحلويات، وهنخلهم طبعا لأن الكاكاو بيكون فيه زي تكتلات كده. طيب بما إن الكاكاو من المواد الجافة هيغير معانا القوام بتاع العجينة، فبالتالي تسويتها مش هتكون زي تسوية الخليط اللي بالفانيليا، فبضيف معايا حوالي معلقتين 3 كده من الحليب، أقل من ربع كوباية بكتير، يعني معلقتين 3 كده من الحليب أو حتى المية، يخففوا بس معايا قوام العجينة دي لغاية ما توصل معاكي لنفس قوام العجينة التانية، نفس القوام الشريطي الناعم اللي مفهوش أي تكتلات ولا حاجة، هو ده اللي أنا محتاجاه كده تمام جدا. أجيب صينية الكيكة بتاعتي وأبدأ بقى إن أنا أديلها خبطتين كده علشان تطلع أي فراغات من الهواء فيها، وأنزل عليها الخليط البني أو اللي بالكاكاو بالشكل اللي انتوا شايفينه ده داير ما يدور. ولو الصينية عندك صينية عادية مش مفتوحة من النص ولا أي حاجة، امشي برضو بنفس الطريقة ومشي كده زي دايرة كده حوالين الصينية، ممكن تعمليها كمان تايجر كيك اللي انت حباه. كده تمام، هنزل بقى مقدار العجينة بالكامل وهي كده جاهزة معايا على طول على التسوية. هديلها خبطتين على الرخامة وبعود شيش طاووق كده هلفها داير ما يدور علشان الجزء البني ده يبقى متوزع معايا في الكيكة كلها لغاية تحت. هديلها خبطتين على الرخامة ونبدأ إن احنا نتفرج على الجمال ونشرح بقى التسوية وكل المشاكل اللي بتواجهنا في تسوية الكيك وإزاي نحلها. أبدأ دلوقتي إن أنا أدخلها عندي على فرن سخن وشغال، بشغل الفرن قبل ما أدخل الكيكة بحوالي 5 دقايق. الفرن سخن وشغال على درجة حرارة 180، يعني فرن متوسط. بحط الصينية معايا على الشبكة أو الرف الأوسط للفرن، مشغلة الفرن من تحت بس، ما بحبش أشغل المروحة مع الكيك خالص. بخليها بقى حوالي نص ساعة كده ما بفتحش عليها خالص. بعد حوالي 35 دقيقة ببدأ إن أنا أفتح كده واختبر التسوية بتاعتها، استوت عندي تمام وكل حاجة مظبوطة واتأكدت من تسويتها من النص بعود شيش طاووق طلع نضيف، أبدأ إن أنا أقفل من تحت وأشغلها الشواية مع المتابعة كده لغاية ما تاخد اللون المطلوب من فوق، وأبدأ إن أنا أقفل عليها. وأول ما أقفل على الكيكة ما طلعهاش بره الفرن، خليها جوه الفرن من 5 ل7 دقايق وهو مطفي، علشان أول ما تطلع ما تهبطش معاكي. بعد كده ابدأي طلعيها. الكيكة عندي قعدت بالظبط 45 دقيقة في الفرن وكانت تمام. بعد حوالي 5 دقايق لما طفيت عليها طلعتها، المفروض بقى تسيبيها تبرد علشان تتقطع معاكي وتكون مظبوطة وما فيهاش أي فرفتة كده ولا أي حاجة. أنا قطعتها كده والبخار منها كده زي ما انتوا شايفين، بتطلع تحفة مستوية رهيبة، مش حاجة لازقة ولا أي حاجة، والارتفاع اللي هم بارك زي ما انتوا شايفين. تعالي بقى أقولك لو الكيكة بتاعتك قلبها مش بيستوي معاكي تعملي ايه. لو الكيكة بتاعتك لسه قلبها عجين واستوت معاكي من تحت ومن الأطراف وأخدت لون من فوق كمان، هدي الفرن بتاعك على أهدى درجة حرارة وسيبيه شغال من تحت، وسيبي الكيكة 5 7 دقايق هتلاقي قلبها استوى معاكي وبقت في منتهى الجمال. طلعتها وقطعتها بقى، بصوا جمال اللونين مع بعض، وهشة وطرية ومرتفعة وخطيرة، أحلى وأطعم الكيكات اللي تقدري تعمليها. جربوها، متأكدة إن هي هتعجبكم جدا. ما تنسوش حبايبي لو عجبكم الفيديو اعملوا لي لايك واشتراك ومتابعة، وانتظروني في فيديو جديد ووصفات جديدة كل يوم إن شاء الله. مع السلامة.